زمان العالم كله كان على بعد ضغط زرار واحده من الانفجار النووي، والراجل ده قاعد في اعماق البحر وتحت ايده الزرار ده، وكل اللي حواليه بيصرخوا ويقولوا له اضرب، بس هو رفض. تفتكر ليه؟ في عز الحرب البارده ما بين امريكا والسوفييت، امريكا حطت صواريخ نوويه في تركيا، والسوفييت ردوا بصواريخ نوويه في كوبا، وكان في طياره تجسس امريكيه بتمر من فوق كوبا واكتشفت الصواريخ النوويه، ومن هنا كيندي اعلن الحصار البحري كامل على كوبا. وفي نفس الوقت كان في غواصه سوفيتيه مستخبيه في البحر الكاريبي، فجاه الامريكان بداوا يرموا عليها قنابل تحذيريه، لكن اللي ما يعرفوش انها شايله صاروخ نووي فعلا، وبسبب القنابل دي الاتصال اتقطع تماما عن الغواصه، والظباط جوه الغواصه افتكروا ان الحرب بدات، وواحد من القاده الثلاثه امر بتجهيز الصاروخ النووي. بس فازيلي اخيبوف بطل قصتنا النهارده اللي كان واحد من القاده الثلاثه وقف وقال لا، وكل اللي حواليه بصوا له باستغراب، بص لهم وقال لهم احنا ما عندناش دليل ان الحرب بدات فعلا، ولو ضربنا دلوقتي ممكن نكون بنبدا نهايه العالم بايدينا، ومش هنضرب الصاروخ الا لو متاكدين 100% ان الحرب بدات. وطبعا القرار كان محتاج موافقه القاده الثلاثه، وفازيلي رفض، وبرفضه ده انقذ العالم كله. فعالم كله ضغوط، راجل واحد اختار العقل وقال لا، وانقذ 7 مليار بني ادم. مين فينا يقدر ياخد قرار زي ده؟ السؤال ليه، لو انت مكانه هتعمل ايه؟ ولو وصلت لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناه.